السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أحلى متابعين، إن شاء الله تكونوا بخير. شكرًا لكل الناس اللي بتشترك في قناتي يعني، وشكرًا لكل حد بيكتب لي تعليق كويس وكده يعني. وأي حد بيكتب تعليق مش كويس أنا أقدر أرد عليكِ على فكرة، بس اللي هو يعني لأ مش هاعمل كده، على فكرة ما فيش أسهل من الرد بس مش هاعمل كده. المهم، فأنا هنا رُحت جبت سلك للبلكونة كنت جايباه قبلها بيوم وحطيته هو اسمه سلك تكعيبة، بس في نوع بيصدي يا بنات وفي نوع مش بيصدي، فأنتِ هاتي اللي مش بيصدي لأن أنا كنت حاطة اللي بيصدي قبل كده بقى يصدي يعني ويعمل في الهدوم، فرُحت جِبت بعدين اللي هو الماكسي ده، اللي هو بيبقى سلك ومن عليه من فوق طبقة زي ده أهو، شايفينه ده أهو اللي أنا شايلاه ده. فبصراحة ما بقاش حلو، كنت باحط الهدوم التقيلة باقوم لاقياه بيرخي، بياخد الهدوم وينزل كده. المهم رُحت للراجل فجِبت السلك التكعيبة برضه تاني، بس اللي هو إيه مش بيصدّي، جميل جدًا. أنا جِبته حطيته على البلكونة التانية وجه عليه كذا شتا، قُلت أجرّبه الأول، بصراحة حلو أوي ما صدّاش ولا أي حاجة وبيتمسح بسهولة، ولو حطيتِ عليه أي حاجة تقيلة ما بينزلش يعني، كان بصراحة جميل جدًا وجِبته. فلو أنتِ عايزة تجيبي للمنشر هاتي ده، اسمه سلك تكعيبة بييجي من عند بتاع الحدايد والبويات، اسمه سلك تكعيبة. مش بيصدّي، في نوعين، هتقولي له أنا عايزة النوع النضيف المطلي اللي مش بيصدّي. أنا جِبت كيلو عمل لي البلكونة وكانت اتبقت حتّة. فأنتِ قولي له أنتِ عايزة تعملي كام منشر، يعني عدّي المناشر قبل ما تروحي، وقولي له عايزة تعملي كام حبل يعني، وهو هيقول لِك أنتِ هتاخدي قد إيه. المهم أنا كنت متبّلة برجر حاطاه في التلاجة قبلها، كنت هاعمله قبلها بيوم يعني بس ما عملتوش. فالمهم إن أنا إيه عملته النهارده، أنا كنت أصلًا صايمة بس كان طبعًا عملته عشان جوزي والبنات يتغدوا يعني ياكلوا. فالمهم بقى أنا عملته، أنا كنت متبلاه. بُصّوا، هو بصراحة أنا ما كنتش مركّزة إن أنا أصوّر يعني الطريقة، بس أنا جايبة تاني يعني لحمة عشان باحب أفرّزه في رمضان يعني، فأنا جايبة تاني حاجات طلبات عشان أعمل كمية كبيرة وأفرّزه، هاعمل لكم فيديو لوحده. بصراحة هو دي أحلى طريقة وأحلى طعم برجر هتاكليه في البيت. هو بُصّوا مبدئيًا كده هو ما بيتحطّلوش بصل خالص ماشي، ما بيتحطّلوش أي توم ولا بصل ولا أي حاجة ولا خضار ولا أي حاجة، ولا خضرة قصدي. هو ما بيتحطّلوش غير فول صويا ماشي، وبيتحط له بيضة، يعني نُص كيلو بيتحط له بيضة، بيتحط لها نُص كيلو بيضة واحدة، وبيتحط لها نُص معلقة بيكنج باودر صغيرة لنُص كيلو برضه، بيتحط له تقريبًا 100 جرام فول صويا أو 150 جرام. بُصّوا أنا باعمله يعني بحاجة معيّنة عندي، فأنا هاوزنها لكم كام قد إيه بالضبط وهاقول لكم فاهمينّي، لإن أنا كنت فاكرة كام، بدأت خلاص هو يعني الكوباية دي بتدّيني نفس الميزان، فأنا باعمل بيها وأنا مش متذكرة كان وزنه كان قد إيه. أمّا باجي أعمل وبتحطّي كمان كيس نُص كيس على النُص كيلو، نُص كيس اللي هو خلطة البرجر، بتجيبيها بقى من ويلز، بتجيبيها من أي حاجة تانية عادي براحتك، اللي أنتِ بترتاحي فيه. فالمهم أنتِ بتقصّي أكياس كده مربعات عشان ما يلزقش في بعضه، وبتجيبي كيس تقعدي تطبطبي كده ماشي، وبيبقى تحته كيس تاني، وبعدين تقومي مديّة له التشريحة دي كده بالمعلقة أو بالسكينة أو بأي حاجة عندِك، بس أنا باحب أعمل بضهر المعلقة عشان بتبقى تخينة شوية. المهم بتاخدي أنتِ بقى كميات، إن أنا ما كنتش واخدة كميات متساوية ولا أي حاجة، بس أمّا أكون بقى يعني مزاجي رايق باعمله يعني عشان أفرّزه وكده، بافضل بقى أعمل قد بعض وأعمل كِوَر وبعدين أفضل أضبّط وكلام زي ده فاهمينّي؟ بس هو في الآخر بيطلع طعمه جميل جدًا. عايزة بقى تدّيه الطعم بتاع برّه بالضبط كإنِّك أنتِ جايباه من ماك أو من الماركات العالية يعني دي. المهم فهو بتحطي له عارفين اللي هو الليّة أو اللي هو الدهن بتاع الخروف، اللي هي الضاني، هو اسمها ليّة ضاني. أنا باجيب منها مثلًا نُص كيلو أقوم فرماه وحاطاه عندي في الفريزر، باخد منه على قد كل يعني زي ما أنتِ عايزة. بُصّوا أنا ما باحبش طعمه بصراحة يبقى تقيل أوي يعني باحبه يدّي له طعم بس ما يبقاش تقيل، لإن اللي هي الضاني طعمها بيبقى تقيل أوي، بتبقى يعني نكهتها قوية. فأنا باحط 50 جرام بس، ممكن يعني ممكن 50 جرام على اللي هو النُص كيلو، يعني باحط ممكن 100 جرام بس دهن على الكيلو يعني. بس طبعًا بتزوّدي دهن تاني من دهن الجاموسة برضه، باجيب برضه من الراجل باقول له أنا عايزة الدهن بتاع الكفتة برضه باجيب منه نُص كيلو. فلو أنا جيت أعمل كفتة مثلًا احتجت 100 جرام باخد، لو أنا مثلًا احتجت 100 جرام من اللي هي الضاني برضه باخد، اللي أنا عايزاه، بس باخلّيهم عندي دايمًا في الفريزر، لإني أوقات باجيب اللحمة حمرا للكفتة ما بيبقاش فيها دهن، وبابقى أنا حابة أحط الدهن يعني إيه، بميزاني أنا، اللي هو مثلًا لنُص كيلو يعني نُص كيلو اللحمة نحط له مثلًا 100 جرام دهن، لأ 150، كل حاجة طبعًا بتختلف. الحواوشي بقى بيبقى محتاج دهن كتير، فأنتِ برضه بتزوّدي، أنتم فاهمينّي يا بنات؟ فالمهم بقى بتحطي له اللي هي الضاني دي اللي بتدّي له الطعم، أنا ما باكتّرش منها، أنا ممكن أحط يعني أعمل mix كده بين اللي هي الضاني وبين الدهن بتاع اللي هو بتاع اللحمة العادية. فالمهم بقى هنا أنا عملته وقُمت حاطاه في الجريل، لو أنتِ عايزة تاخدي التقليمة دي بتحطيه في الجريل، بتكوني طبعًا مسخّنة حاطة نقطة زيت بس صغيّرة، يعني يا دوب معلقة زيت أو تمسحي بس كده بمنديل
وتقومي حاطاه في الجريل لما يكون سخن. هو اصلا بينزل دهون، يعني هو كده كده بينزل معاكي زيوت وبينزل معاكي دهون، فانت مش محتاجه اصلا تحطي اي دهون او تحطي زيوت او الحاجات دي. فهو بيبقى طعمه جميل جدا. انا عملته هنا بصراحه جنب مكرونه، لاني ما كنتش عامله حسابي اصلا يعني اعمله. انا كنت متبلاه على اساس ان انا هطلع واجيب بقى العيش بتاع البرجر والحاجات دي واعمله للعيال، بس ما طلعتش برضو. فاللي هو يعني برضو كنت اللي هو دماغي مشغوله اصلا. وكده كنت مستنيه حاجه تيجي في الشقه ودي مفاجاه بصراحه بالنسبه لي، فهي وحاجه انا حباها، فدماغي كانت مشغوله فعملتها مع مكرونه. انا كنت هعمل الكفته وبعدين قلت خلاص هو في التلاجة ما حطيتوش في الفريزر، فاللي هو بقى انا ايه اعمله بقى وخلاص. بصوا انا اوقات يعني معظم الوقت اصلا بعمله، يعني نادرا ممكن اما اعمله في الجريل. انا اصلا لما باجي اعمله بعمله في الطاسه العاديه، الطاسه الالومنيا العاديه. برضو بعمل نفس الطريقه زي ما قلت لكم، تكون طاسه واسعه كده معاكم وتحطي عشان تاخد كميه. بس هنا انا كنت مستعجله وعايزه اخلص، والوحيد اللي كان هيديني ياخد الكميه دي كلها هو الجريل. كمان انا ما بحبش اعمله في اللي هو البتاع بتاع البرجر ده، ما حبيتش اعمله فيه بصراحه، بحب اعمله بايدي. مش عارفه بحسه يعني بيبقى زي الطبيعي، زي اللي بيجي من بره. اللي بيجي من بره مش بحسه متساوي قوي كده، لا وكده كده في الاخر هيكش، وكده كده بيبقى ايه. هو بص هو بيكش بس بيرفع بيعلى يعني بيتخن كده، فاهمين؟ ففي الاخر بيبقى برضو زيه زي يعني ده زي ده، يعني انت عملتيه في المكبس او عملتيه على ايدك في الاخر كله زي بعضه. فما حبيتش بصراحه المكبس. كمان في حاجه ان انت اصلا في الاخر برضو بالنسبه للتقليمه وانت عايزه يبقى شكله كده ياخد التشبيه اللي هو يبقى مخطط يعني كده. في الاخر لو انت هتحطيه في سندوتشات اصلا برضو مش هيبان. فما تحاوليش تكلفي نفسك ان انت تروحي تجيبي يعني مكبس وان انت تبقي عايزه جريل عشان تعملي في البرجر، لا. هو في الاخر والله العظيم ولا هيبان اي حاجه، في الاخر هيتحط في السندوتش يعني، بس احنا اللي بنقعد نعمل تكاليف وبنكلف نفسنا فوق طاقتها يعني. المهم بقى انا كده هنا كنت خلصت وحطيت لهم هم يتغدوا. قلت بقى انا اغسل الاطباق عشان يبقى الحوض فاضي. لان انا يعني ايه بحب دايما الحوض يبقى فاضي، ودايما بحب ادخل اعمل شاي. يعني بعمل شاي كتير وبعمل سحلب بتاع دوت نسكافيه كتير وكده، فبقى الكوبايات بقى بتفضل تكوم على بعضها وكده. المهم دخلت غسلت المواعين او الاطباق والكوبايات دول عشان ايه ابقى بس فاضيه وكده. انا بصوا لميت كل الاوض، انا لميت كل السجاد بتاع الاوض غسلته، بقيت اغسل يعني. انا غسلت معاكم سجاده المره اللي فاتت، وكمان المره دي هغسل السجاد ده بتاع الاوض اللي جوه اللي احنا اصلا ما بندخلهاش غير فين وفين، يعني حتى لو انا غسلتهم وفرشتها مش هتتوسخ معايا بسهوله، هتفضل نظيفه. وهبدأ بعد كده بقى اخد الاوض التانية اللي بيبقى يعني ايه قعدتنا فيها شوية. اخر حاجة خالص انا بخليها الصالة، لاني بحب الشقة تبقى كلها نظيفة، واشيل بقى بتوع الصالة اغسلهم وتبقى نظيفة برضو ويبقى الشقة كلها نظيفة. لان انا لو شلت السجاد بتاع الصالة والشقة لسه كده متبهدلة، طبعا احنا بنزعف طبعا وبننفض تراب وبنعمل حاجات طبعا احنا ما بنعملهاش في الايام العادية. فالمهم بقى ايه الحته بتتبهدل طبعا، العيل بيبقى على الارض يطلع على الكنبه، لا يروح على السفره، لا يروح على السرير، فاهمين قصدي؟ فالدنيا بتتبهدل. فانا قلت لا اغسل السجاد بتاع الاوض الاول كله، وبعدين حتى السجاد التقيل ممكن ما اقدرش اغسله، لان انا زي ما قلت لكم ما عادش مش بقدر اغسل ايدي، يعني مش بقدر اتك عليها قوي، عندي مشكله في ايدي وكده. فممكن اشتري السجاد اصلا الكبير ده كله اوديه يتغسل. بس قلت اغسل الصغير يعني على ايدي وكده وبصراحه انا بحب اغسل السجاد، يعني بحس ان انا عملت حاجه. المهم يا بنات فانا ايه كده خلصت السجاد بتاع الاوض اللي هو اللي جوه، فاهميني؟ هاخد معاهم كمان الطرقه وكده يبقى ايه لسه بس اوضتين، ويبقى معايا الصالتين وفيهم صاله كمان، دي انا هوديها اكيد 100% لان السجاده كبيره بتستهلك ميه كتير وبتبهدلني بتهبطني بصراحه. المهم بقى انا كنت عايزه اقول لكم على حاجه. انا كنت منزله بصوا اما بجيب اي حاجه، يعني اي ريفيو بعمله الحاجه انا جبتها، جهاز كهربائي، لا حاجه بتستخدم في البيت، حاجه من ادوات التنظيف، اي حاجه من الحاجات دي انا بجيبها، ببقى حابه والله اطلع افيدكم. ليه؟ لان احنا مش هينفع نجرب كل حاجه موجوده في السوق، فبنحاول نشوف حد جرب حاجه كويسه وينصحنا بيها، بدل ما نجيب حاجه نجربها نلاقيها وحشه ونرميها، او حاجه تبوظ لنا حاجه، او حاجه نبقى احنا محوشين مبلغ نجيب حاجه مثلا بعد ما نجيبها نلاقيها مثلا مش احسن حاجة، فاهمين؟ والناس مش كل الناس ظروفها زي بعض، في ناس ظروفها ما بتسمحش. في ستات بيوت بتتفرج على اليوتيوب وكده، طبعا النت بقى حاجة اساسية في حياتنا، فبتيجي تتفرج على اليوتيوب بتبص تلاقي ان في حاجات كتير هي ناقصاها ونفسها تجيب زي دي وزي دي وزي دي، وبتفضل تحوش فترة يعني تأثر من نفسها ومن عيلها عشان تجيب الحاجة دي. بعد ما بتجيب الحاجة دي بتبص تلاقيها لا مش هي دي اللي كانت متوقعاه، مش ده الكلام اللي كان بيتقال عليه. فانا لما بجيب اي حاجه بنزل فيديو اقول هي حلوه ولا لا، مش بالنسبه للناس اللي تقدر تجيب وتجرب ومش فارق معاها، لا بالنسبه للناس اللي هي مش هتقدر تشتري وظروفها على القد.
فده اللي بيبقى في بالي دايما لما اجي اعمل ريفيو، والله العظيم بيبقى دايما في بالي الناس اللي هي ما تقدرش، يعني ظروفها اللي هو ايه مش احسن حاجه يعني، فما تقدرش تجيب اي حاجه، فبحاول اعرفها ان لا دي مش مستاهله ان انت، يعني لو هي حاجه مش حلوه لا دي مش مستاهله ان انت تحطيها في دماغك قوي للدرجات دي، لان هي لا ما تستاهلش ده، ومش هتديك النتيجه اللي انت بتشوفيها من الاعلانات اللي احنا بنشوفها. طبعا بتوع اليوتيوب تلات ارباعهم او 80% منهم، عشان ما اظلمش حد، او 90% بقوا بيعملوا اعلانات لحاجات هي مش احسن حاجه، ومش طبعا مش اي حاجه من الكلام اللي بيقولوه ده عليها يعني. فالمهم انا بجيب حاجه بطلع اقول رايي بما يرضي الله، ولا انا بقول اعلان، ولا انا بقول على، ولا بغلط في حد، ولا بوقف حال حد، بس انا ما يهمنيش التاجر، لان ده ظروفه بيبقى حلوه، يعني مش فارق معاه ان اقول على حاجه حلوه او وحشه. وفي ناس طبعا بتشتري، مش كل الناس هتشوف قناتي، اصلا قناتي صغيره، يعني كم واحد اللي بيشوفها يعني، أنا الفيديو بتاعي اكتر فيديو بيبقى هو جايب 1000 واحد 1000 مشاهده يعني. فبطلع اقول اذا كانت هي حلوه ولا وحشه، عشان الناس دي في ناس تفرق معاها ال100 جنيه، وفي ناس تفرق معاها ال50 جنيه، فاهمني؟ وبيبقوا ممكن في حاجات تانية، احتياجات تانية اولى من ان هم يجيبوا حاجه وتطلع مش حلوه. فانا كنت جبت الموب اللي هو بتاع الخلود ده، فانا جربته لقيته غير الاعلانات خالص خالص، يعني هو ما بنشفش خالص. انا بشوف اعلانات ليه ناس بتمسح بيه ويجيبوا منديل يحطوه في المكان ويجيبوا له شويه هوا في المنديل يجري، لا طبعا مفيش الكلام ده. هو بيسيب ميه اصلا وما بيتعصرش احسن حاجه يعني، حتى بعصره مره واتنين وتلاته واربعه وبعدين بتك عليه بايدي بينزل ميه. فهو لا طبعا هو مش كده. انا مش محتاجه اطلع اكذب عشان انت تكتبي لي تعليق حلو او كومنت حلو، لا هو مش كده خالص. وما يهمنيش اصلا ان انت تقولي ان هو ان انا بقى يعني تدخلي تغلطي او مش تغلطي، المهم ان انا لما واحده تجيبه وتجربه تبقى عارفه ان رايي كان صح، فاهمين؟ وده كمان هيخلي اصلا هيخليها ترجع تاني تشترك في قناتي، ان هي كانت قالت مره على الخلود مش حلو او على كذا مش حلو، وانا جربته ما كانش حلو. انا في اول ما عملت القناه دي كنت عاملاها من حوالي 4 سنين او 5 سنين، كنت عملت برضو ريفيو عن عجان ما كانش احسن حاجه. اتهاجمت جدا جدا، فضلت اتهاجم يعني، انا لو كنت استمريت في القناه بتاعتي دي كان زمانها دلوقتي عدت اصلا. فاتهاجمت جامد جدا واتقال لي حاجات، بصراحه انا اتعقدت وما عدتش صورت تاني. بعد فتره لقيت الناس بدات تدخل تقول، ما كنتش اعرف بقى ان الناس اللي بتهاجم دي تبع الدعايه والاعلان وتبع الحاجات دي. لقيت ناس حاليا لغايه دلوقتي، لقيت ناس بتدخل تقول لي فعلا جبناه ورجعناه وفعلا مش حلو وفعلا سيء. لقيت الناس بقى لما جربته، لما انتشر وجربته، بدات تيجي تقول لي ان هو مش حلو وبداوا يقولوا رايهم. المهم انا واحده داخله بقى لما انا عملت الريفيو عن اللي هو الخلود، عن اللي هو الموب بتاع الخلود، واحده داخله تقول لي انتي اصلا الحاجات دي مش شكلكم، انتوا اصلا مش شكل الحاجات دي، ايوه اصلا انتوا مش عارفه ايه ده، الخلود تحفه، ده انتي كذا، داخله بتغلط فيا. انا اقدر اغلط فيكي على فكره، ولكن انا مش هعمل كده، والغلط مفيش اسهل منه. ومش من حقك اصلا تدخلي يعني تقولي لي انا تغلطي فيها باي طريقه، يعني مش من حقك اصلا، ولا انا هسمح لك بكده، تمام؟ مش معنى ان انا عامله قناه ان انا سامحه لحد يغلط، لا طبعا. انت لو انت يعني انت كده بتغلطي فيا في وشي يعني، فاهماني؟ فلا طبعا ما ينفعش طبعا خالص، انا اقدر ارد عليكي طبعا، والغلط مفيش اسهل منه، بس مش هعمل كده. يعني انا مش هعمل كده، لان واضح جدا جدا ان انت واحده من الناس اللي بتعمل اعلانات للحاجات دي، واضح جدا جدا ان انت من الناس اللي بتبيع الحاجات دي، او انت حد تبع المنتج ده. فانت مقهوره قوي وتعبانه قوي ان انا قلت عليه ان هو سيء، لا هو سيء جدا. وعلى فكره كمان لما انا بعدين لما انا استخدمته بعدين في الحمام في الجدران ولقيته كويس، انا قلت انه كويس، قلت انه هو كويس في الجدران. بس طبعا انت ليك الحريه تقدري تجيبي حاجه للجدران ب1000 جنيه، غيرك ما يقدرش، عايز للجدران وعايز للارض وعايز حاجه لكل حاجه. مش هروح انا اجيب حاجه ب1000 جنيه للجدران مثلا وحاجه ب1000 جنيه لا للارضيه، لا طبعا، وسعره اصلا مبالغ فيه، منتجات كتير قوي زيه بسعر اقل منه. هو بس الفكره ان هو معمول له دعايه جامده جدا واعلان جامد جدا، فبيدفع عليه فلوس كتيره جدا للاعلان، فبتتاخد مننا احنا كناس بتشتري المنتج ده. فاهمين قصدي؟ يعني ده اللي بيحصل، المنتج بيبقى ما يستاهلش حاجه، فيروج له يدفع بقى، يعني هو وليكن مكان يتباع المفروض ب700 هو يبيعه ب1000، بس ياخد منك حق الاعلانات اللي هو بيعملها عشان مصلحته، فانت اللي بتدفعيها. فلا طبعا ده هو المنتج ده طبعا واخد بس ضجة على الفاضي شوية، هو اذا كان حلو هيبقى حلو في حاجات، وحاجات لا مش في احسن حاجة. المهم بقى، فهو هنا انا كنت جايبه القله ديت، نرجع بقى لموضوعنا. فانا كنت جايبه القله دي للديكور، فاحنا قلنا نجربها، بنحب احنا نشرب في القلل بصراحه، جبنا كام مره قبل كده وما كانتش حلوه، لان الشرب في الفخار بيبقى حلو. فجربناها في الميه بصراحه كانت حلوه، فقلنا لما نيجي نروح المكان تاني نجيب منها الكبيره. وعلى فكره الفلتر بتاعي لو انتوا شفتوه لما باجي املى ميه او حاجه وبتشوفوه، الفلتر ده اسمه فلتر امريكي، بيبقى جواه اصلا شمعه فخار برضو، بس بتبقى متعالجه يعني، فيها 3 مراحل جوه بعض. الفلتر ده حلو قوي برضو، لو انت حابه تجيبي فلتر هو حلو جدا، بينقي الميه حلو جدا، والشمعه بتاعته بتتغسل كل فتره ما بتتغيرش على طول يعني ولا حاجه.
وغير كده مش بياخد مكان وشكله حلو. هو بصراحه يعني لو انت حبيتي تجيبي فلتر وتفكري، هعمل لكم برده ريفيو عنه. لو انت حبيتي تجيبي فلتر هاتيه، الفلتر ده حلو قوي عاجبني، وبصراحه يعني ما اشتكتش منه، من الحاجات اللي انا جبتها وما زعلتش وما ندمتش للحظه يعني. فالمهم انا ده سجاد الاوض زي ما قلت لكم، انا كنت نقعاه اصلا من اول ما صحيت، حطيته في الحمام، حطيت عليه ميه، حطيت التلاتة تحت بعض كده عشان يعني ايه يتنقعوا مع بعض وكده. غسلتهم كويس. بصراحه انا كنت غسلاهم بس ما كنتش قادره اغسل، ما كانوش راضيين يعني ينضفهم، بس ما ادانيش يعني مش اللي هو بالطريقه اللي انا عايزاها او الطريقه اللي انا بغسل بيها. ايدي طبعا بتوجعني، مش قادره اتحكم. كمان يا بنات في حد كان منزل، انا والله ما فاكره القناه ولا فاكره اسمها، لو انا فاكره كنت قلت، هي كانت قناه لسه مبتدئه برضو، كانت هي اول واحده تعمل الفكره بتاعت ان احنا نربط كيس في البتاعه دي. انا ما جبت الفرشه دي كنت متردده اجيبها ولا لا من فتره، فلما جبتها لقيتها بتكلبش في الحاجه، ما بتيجي تغسلي السجاد بتكلبش فيه كده. فلقيت واحده بالصدفه كده، كانت قناه مبتدئه يعني، عشان قناتي كانت لسه جديده، فبيعرض لي القنوات المبتدئه اللي زيي يعني، فلقيتها عامله الفكره دي. بعدين لقيت الفكره دي انتشرت جدا، ومحدش قال اسمها ولا اي حاجه خالص، وهي كانت اول واحده عاملاها فعلا، ورجعت تاني قالت انا اول واحده عملتها على القناه. يعني للاسف ان في قنوات كبيره جدا بتشوف مثلا فيديو زي ده بالصدفه وتاخد الفكره وتعملها، وحتى هي مش محتاجه اصلا يعني ان هي تعمل فكره. يعني هي ممكن تعمل الفكره بس تذكر اسمها مثلا، فمحدش ذكر اسمها خالص. انا كنت في دماغي، كنت وقتها موقفه اصلا الفيديوهات كنتش بعمل، فكان في دماغي ان انا لو بعمل والله كنت قلت اسمها. للاسف انا ما مش فاكره خالص، لاني وقفت فيديوهات فتره جامده، وبعدين لما بدات اعمل مش ناسي ولا فاكره قناتها ولا فاكره اسمها ولا اي حاجه. المهم هي الفكره دي كانت فكره حلوه جدا، ان انت بتربطي كيس فبتخلي الفرشه بتجري معاكي على السجاده حلو قوي، يعني بتخلي الفرشه بتروح وتيجي كده بسهوله، مش بتكلبش في السجاده. فالمهم هنا انا قعدت اتحايل على جوزي محايلات 3 ايام، اتحايل عليه والنبي تبقى بس اما اجي اغسل السجاد بس مشيلي عليه، مش اغسلهولي، مشيلي عليه بس بالفرشه. فالمهم ربنا هداه، معرفش ايه اللي هداه والله، بس جه عملهم لي، لان والله العظيم ايدي وجعاني جدا، وعندي مشاكل في ايدي يعني، اللي هو بتنمل وما بقدرش امسك حاجه، بتفلت اي حاجه بتفلت مني. دي كانت اخر سجاده في الارض، فكان كله بينزل عليها. فالمهم يعني حطيتهم في البانيو، وفضلت اللي هو ايه اشطفهم، بسيبهم يصفوا شويه كمان نص ساعه ولا ساعه، ارجع اشطفهم تاني، اسيبهم كمان نص ساعه ولا ساعه، ارجع اشطفهم تاني. المهم انا جيت انشرهم بالليل لقيت الحته شتت، فالمهم سبتهم برضو لتاني يوم رحت شطفتهم تاني، كل ما بشطف فيهم يعني الريال بينزل. المهم الجبس ده انا يعني قعدت افكر فتره جامده، طب انضفه ازاي، انضفه ازاي؟ كنت اجيب سلم واجيب هدمه كده ناشفه وارجع اطلع افضل امسح امسح امسح، بس كان التراب بيبهدل الدنيا بقى. رجعت جربت كمان مره ان انا اعمل بالبلور، لقيت البلور يعني البلور بيقوم منزل التراب على كل الجدران والبيبان بقى، وبهدل الدنيا اكتر واكتر. المهم بالصدفه انا كان واقع مني حاجه على الشجره، عندي شجره تحت البلكونه، فالهدوم وقعت عليها، فعشان اجيب الهدوم لازم اجيب الزعافه دي عشان طويله قوي فاشد بيها الهدوم. فانا شديت الهدوم من البلكونه وداخله، فقلت اما اجرب يعني إيه المشكله اما انا اشد التراب ده كله انزله زي ما كنا بنعمل زمان، يعني ما هي دي زعافه، طب ما نعمل. فجربت بصراحه، وبصراحه ادتني نتيجه حلوه جدا، نزلت لي كل التراب، بيبقى باين في حد كده غامق شويه، الجبس لونه ابيض طبعا، فانت لما بتبقي قاعده في زاويه، واقفه بزاويه كده، بتبقي شايفه ان في ايه زي لون غامق زي التراب بيبقى باين يعني. فطبعا ده احنا مش هنقدر كل يوم نقعد ننفضه طبعا ولا الكلام ده، لا طبعا. فالمهم بقى جبت الزعافه دي، وبقيت اللي هو ايه شايفين اعمل ازاي، امشي كده رايح جاي رايح جاي رايح جاي. وبعدين رحت جبت حاجه كده اللي هو زي المساحه بتاعه الموج دي كده، بس بتيجي العصايه لوحدها، اللي هو اللي بتيجي المساحه دي بتاعتها لوحدها. فجبتها برضو هي عشان قماشة طبعا وكده، فانا قمت ايه برضو حطيتها، وفضلت ان انا امشي امسح التراب. ممكن برضو بعد ما انت تخلصي كده، وجبت بقى بقيت اجيب برضو فوق التسريحة، فوق الدولاب، فوق البيبان، اي حتة مش بطولها بقيت اعمل بيها. بعدين بقى انت ممكن تلبسي الزعافة دي زي شراب او هدمة عندك، تربطيها باستك وتفضلي برضو تمسحي، لان هي هتشيل معاك التراب بس مش هتمسحه، الهدمة طبعا هتمسح، بس انت اللي هو كده ايه بتنفضيه يعني. المهم انا جبت البتاع اللي هو زي قلت لكم عليها، اللي هي بتبقى زي القماشه كده ديت، بس في مساحه والله ما انا عارفه اسمها. وبقيت برضو امسح بعدها تاني، بعد ما انا عملت بالزعافه بقيت امسح. هنا جبت بقى الصاله، جبت الاوض كلها طبعا والصاله كلها، ولسه بس اوضتين بس ما كنتش عملتهم، قلت هعملهم بالماشي، وبصراحه ما خدتش مني وقت خالص. بس بصراحه ادتني نتيجه حلوه ونضفته يعني، حسيت بفرق حتى. المهم في اوض بتبقى على
في اوض بتبقى كده على الشارع دي اللي بتبقى كلها تراب، انما الصالات بصراحه والطرقه وكده كان فيها تراب بس كان بسيط ما كانش يستاهل يعني، ولكن لو انت سبتيه هي طبعا هيتراكم هيبقى فيه كتير. فالمهم انا هنا بدات اعمل يعني ايه، هو مكان قليل بس قلت برضو اللي هو انضفه، ولقيت الفكره حلوه بصراحه ومش محتاجه وقت. فقلت بقى خلاص وانا بفرش هعمل كمان مره قبل ما افرش، وبرضو قلت على العيد هعمل كمان مره، وكل فتره هكون شايله فيها السجاد وبمسح هعمل كمان مره عشان التراب ما يتركمش على الجبس. وكده بقى خلصت وفطرت، وتعالوا بقى اوريكم المفاجاه. ودي كانت المفاجاه، دي السفره اللي جت. بصراحه هي كان في دماغي اشكال تانية ولكن فرقهم مش كبير، هي بصراحه حلوه وعجبتني. وهنا كانت الوقت متاخر جدا، كانت جت اصلا متاخر على العشاء، وكان جه النجار عملها وقعدت وقت طويل جدا، كان هنا الوقت متاخر اصلا. فانا صورت لكم بالليل خالص كان العيال ناموا واصلا كنتش قادره استنى. هنا بقول لكم بقى انا هعمل ايه وكده. هنا الركنه، فانا بقول لكم انا عايزه اعمل ايه يعني. بصوا شايفين الجزامه دي كان مكانها في الطرقه، فانا بقول لكم انا هاخدها هوديها هنا في الطرقه. وهنا السفره انا كنت، وهنا انا كان جوزي بيقول عايز يجيب دولاب الفضه يحطه مكان الكرسي ده شايفينه، فانا قلت لا خليه كده حلو مش هعمل حاجه. وشلت الترابيزه دي وديتها هنا، فبقول نجيبها هنا يعني تبقى ماشيه مع السفره عشان ترابيزه بيضه فتبقى بيضه ودي شكل بعض يعني فاهميني. وهنا قلت هجيب، انا مرش اجيب سجاد لما عملت الشقه، قلت استنى لما اجيب السفره ابقى عارفه انا المقاسات اللي هحتاجها ايه ماشي. ومرضيش اجيب ستاير برضو، كل حاجه كانت متوقفه على السفره. فكده انا كنت بوريكم بس عشان تستنوا الفيديو الجاي، وان شاء الله يبقى حاجه تانية خالص. وشكرا والسلام.